صباح الفل يا اخوانا، كل سنه وانتم طيبين. امبارح لفت نظري بصراحه بوست على الفيسبوك، قلت ان انا لازم اشارككم فيه علشان خاطر البوست ده. انا لما شفته بصراحه يعني اتاكدت ان هو بيوصف كتير جدا من الحل اللي احنا وصلنا له دلوقتي. ف يعني البوست باختصار، يعني عشان ما اطولش عليه، كل واحد بيقول ان هو لما كان شاب لسه في الجامعه طالب، آه، ما كانش بيفوت صلاة جماعة في المسجد أو الصف الأول، إن هو أصلا بيفوته، وكان متدين جدا وملتزم جدا بسم الله ما شاء الله. لكن مع مرور الوقت طبعا واتخرج من الجامعة وربنا كرمه واشتغل وابتدى خلاص بعد كده بقى يعني اتجوز وخلف، والمسؤوليات بقى ابتدت تزيد وبيقول بقى إنه بصراحة الواحد بقى ما تقل، والمسؤوليات بقى والجواز والخلفة والشغل خلت الواحد ما بقاش منتظم في صلاة الجماعة زي الأول، ونادرا كده لما بيلحق صلاة الجماعة وبيلحق الصف الأول في صلاة الجماعة. ده بيبقى بالنسبة له إنجاز بصراحة. لكن دلوقتي حتى لما ربنا كرمه الحمد لله واشتغل، حتى ما بقاش يلحق الصلاة في وقتها، والجماعة نفسها اللي في الشغل ساعات بتبقى بعد ميعاد الصلاة تقريبا بساعة. يعني الراجل بصراحة بالغلط اللي هو فيه والتأخر اللي هو فيه. وقال كده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنه في وقت من الأوقات النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من المسجد رأى ناس بتتأخر عن الصلاة، فقال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فبصراحة يعني البوست شدني جدا، وبصراحة من كتر ما أنا فرحان إنه الحمد لله النفس لسه موجودة عند الناس، النفس اللوامة لسه موجودة عند الناس، وإنه الواحد بيحس بتقصيره وبيحس إن هو التزامه بدأ يقل، والشغف ما عادش موجود زي الأول أيام ما كنا لسه أطفال وشباب، وكنا فعلا الحمد لله يعني بنلحق الصلاة جماعة، ونادر قوي لما بنأخر الصلاة فعلا وبنتأخر عن الصف الأول. وبعدين الحياة بتاخدنا بقى، والجواز والمسؤولية والأولاد والشغل والكلام ده، واتضح بعد كده إنه الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه في تأخير الصلاة وتأخير الجماعة، تأخير صلاة الجماعة وتأخير الصف الأول، ده فعلا بيخلي ربنا يأخرنا في كل حاجة في حياتنا، سواء كان في جواز، سواء كان في شغل، سواء كان في توفيق، في أي حاجة الحمد لله. يعني المفروض إن إحنا بنعملها بنتأخر عليها أو بنتأخر فيها، ده بيبقى نتيجة للأسف إن إحنا أصلا متأخرين في حق ربنا، وإن إحنا لازم نرجع نبقى زي الأول، ولازم يكون في نفس الشغف، ولازم يكون في نفس الالتزام، بنفس التدين، بنفس الحب اللي الواحد كان بيعمل بيه كل حاجة زمان. وأولهم الصلاة طبعا في جماعة، وإن الواحد يلحق الصف الأول. بصراحة أنا ابتديت أحس حاجة زي كده جدا جدا في الفترة اللي فاتت، لأنه أنا واحد من الناس للأسف اللي بعترف إنه أنا واحد من الناس كتير جدا جدا، ومش بخجل ولا بتكسف ان انا اعترف بحاجه زي كده، ان انا بقيت مقصر جدا، وان انا بقيت وحش قوي، وما عدتش زي الاول فعلا في فتره الشباب، ان انا ما اخرش، ان انا بقيت باخر الصلاه، وان انا بقيت مش ملتزم بصلاه الجماعه، وما بقيتش بلحق الصف الاول زي زمان، وما بقيتش واخد الموضوع بشغف وحب زي زمان ايام ما كنت لسه فتره الشباب، قبل بقى الشغل والجواز والمسؤوليه والكلام ده. فانا بصراحه من كتر ما البوست لفت نظري وعجبني جدا جدا، انا حبيت بصراحه ان انا اشارككم فيه، علشان خاطر اللي زي وزيكم كتير جدا جدا. فيا ريت اللي بيشوف البوست ده يحاول ان هو ينشره باكبر قدر ممكن، علشان خاطر اللي زينا كتير قوي، ولازم الكلام ده يوصله، علشان خاطر نحاول على قد ما نقدر، يعني ربنا يكرمنا ونرجع لربنا تاني، ونحاول ان احنا نلتزم بصلاة الجماعة والصفوف الاولى زي الاول، وعشان ربنا ما يأخرناش حتى في حياتنا، سواء كان في شغل، في جواز، في بيت، في اولاد، في خلفة، في اي حاجة، علشان ربنا ما يأخرناش فعلا. معلش انا اسف ان انا طولت عليكم، شكرا.